لا ما خلصناش ومش هنخلص طول ما انا عايشه. العلم اللي انا بقدمه للناس مش هيخلص، وبنقدم محتوى كتير جدا مجانا. ولكن انا عايزه اوضح حاجه بس، هو كومنت كده استوقفني فحبيت ان انا اوضح للناس، لان ممكن ما نبقاش واخدين بالنا من حاجه مهمه. ربنا سبحانه وتعالى كلنا بنسعى للرزق، ده حاجه طبيعيه يا جماعه، يعني ده مش عيب ان انا اعمل حاجه بفلوس، تمام. ولكن الفكره هنا في حاجه بقى، احنا بنتقي ربنا في الحاجه اللي احنا بنعملها، احنا بنراعي ربنا كويس جدا. يعني الفلوس بتبقى وسيله لمتطلبات كتيره جدا كلنا بنبقى محتاجينها. انا واحده من الناس عندي قيمه مهمه قوي اسمها ان انا اضيف للناس، اكون مؤثره في حياه الناس. فمش هعرف اضيف غير لما دايما اصرف على عقلي ودايما اطور من نفسي، لان العلم اللي انا بديهولك ده بجيبه منين؟ انا بصرف على كتب وكورسات ودورات وعشان اكون معتمد من هنا، وماجستير حكومه لوحده برقم، فالموضوع مكلف جدا. وانا بعلم الناس اصلا في الماركتنج ان انت عشان يكون لك فاليو وقيمه وتطور من نفسك ومن الحياه الاقتصاديه بتاعتك، ان انت دايما تحط كده انفست في نفسك وتستثمر في نفسك فلوس كده في الشهر عشان تطور من عقلك. انا بعلم الناس ده، فطبيعي لازم اعمل ده اكيد يعني. بس هي الفكره هنا بقى، زي ما انا بقدم المحتوى المجاني عشان في ناس فعلا ما تقدرش، وبقدم لك فيديوهات مجانا اللي هو انت اصلا ممكن الناس ما بتشاركهاش، تاخد المعلومه وما تفيدش بيها غيرها، وممكن يبقى في محتويات تافهه بنشيرها عادي جدا وبيضيع وقت كتير جدا على السوشيال ميديا. لا انا وقتي بستثمره في حاجتين، ان انا افيدك وفي نفس الوقت اصرف على العلم ان انا بروح اجيبه ده عشان اقدر افيدك. وصلت؟